منذ البداية على مرمى الزوار. المحليون داخلوا المباراة بقوة في محاولة لفرض اللعب وتحقيق الفوز، حيث أثبتوا ذلك في الدقيقة الثانية بكرة نفذها ترباح يتصدى لها سيدريك. بعدها في الدقيقة الرابعة ركنية من بالخير في اتجاه السايح، سيدريك وبقبضة يده يبعد الخطر. وبعد هذا الضغط الذي استمر طويلا، الزوار بقيادة بن شريفة يخرجون من منطقة الدفاع ليحاولوا في ردات معاكسة سريعة ومتواصلة، وكان لهم ذلك في الدقيقة 43 حين أعلن الحكم عن ضربة جزاء تولى تنفيذها بوشريط معلنا الهدف الأول لصالح الزوار. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة الحكم لإعلان نهاية الشوط الأول، يعدل تيولي النتيجة عن طريق هجوم معاكس قاده بالخير وترباح، لينتهي الشوط الأول بنتيجة متعادلة 1 لمثله. الشوط الثاني لم يكن مغايرا، حيث صار اللعب في نفس اتجاه الشوط الأول، فمع مرور الوقت اكتسب أشبال بارتش الثقة وأصبحوا ينتظرون متى تنتهي المباراة. وفي الوقت الذي كانت تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، منح مدافع شباب قسنطينة بن شريفة ضربة جزاء واضحة بلمسه لكرة داخل منطقة العمليات. وكم كانت اللحظات الأخيرة هذه عصيبة على اللاعب السايح الذي أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 95 كانت ستمنح فريقه فرصة الابتعاد عن منطقة الخطر، ليفترق الفريقان على نتيجة التعادل الإيجابي 1 لمثله. كانت المقابلة شوية صعيبة، والحاجة اللي صعبتها هي يعني لونجو تاع الماتش هذا. لي 3 بوان هامين بزاف، سي بور سا كل احنا لهما ما كنا اليوم في المستوى. هما هو ساعدهم هما باسكو نقطة، حنا ما ساعدناش، ولكن اللوم نردوا لنفوسنا احنا اللي ما عرفناش يعني نتكالموا يعني ونتحكموا في الامور. هذا يبقى الاولاد تاعنا درس، ولكن هذا الدرس غادي نخلصوا غالي بيسكو نخسروا 2 بوان à domicile. On a montré dans un match qui était très très difficile, parce que on savait pertinemment que c'était un match décisif pour 2 points. Le premier, c'est que si on fait un bon résultat, c'est-à-dire match nul, on peut rester à un bon niveau, c'est-à-dire dans un beau positionnement. Et si on avait eu la chance de pouvoir obtenir les 3 points, je pense que là, ça aurait été vraiment un très très bon résultat. Et là, je pense qu'on aurait pu être véritablement à l'aise pour les prochains matchs.